مرحبا. لساتنا عم نحكي عن السيناريوهات المحتملة أو محتملة الحدوث بسوريا. طبعا لاحظت من خلال الفيديو الماضي أنه في كتير من الأصدقاء اللي سمعوا الفيديو بيتفقوا معي، ولاحظت أنه كمان في البعض بيختلف معي. على كل حال هذا شيء طبيعي وما بيزعل أبدا. امبارحة أنا حكيت عن السيناريو اللي بخص حالة الاندماج اللي بتخص قسد، وأيضا عن وجهة النظر الإسرائيلي تجاه الواقع السوري بالوقت الراهن. هذا الموضوع تحديدا أنا بعرف أنه موضوع خلافي، لذلك توقعت الخلافات قبل ما تحصل. على كل حال هو مجرد رأي. أنا بحترم جدا أنه في ناس بتختلف معي بالرأي، لكن في سؤال بدي أطرحه ببداية هاي الحلقة. هل نحن متفقين على أن سوريا هي مخطط دولي؟ في ناس عم تخطط لسوريا، وحتى أنا بظن أنه ما عم تشرك السوريين أبدا بحالة التخطيط. إذا كانت الإجابة نعم فنحن حققنا تقدم كبير. أما إذا كانت الإجابة لا، سواء كانت هي ليست مخطط دولي أو هي لا تشرك السوريين أي سوريين بالعمل في الشأن السوري، ففعلا إذا كانت الإجابة إيجابية في هدول السؤالين أو السؤال الكبير، فبنكون فعلا حققنا تقدم بعتقد. على أي حال، نحن عندنا في سوريا مثل ما بتعرفوا المجتمع بطبيعته مقسوم مثل ما نحن بنحب. يعني هني ما اجوا قسمونا، نحن اللي مقسومين هيك، حتى لو كان انكرنا هاي الحقيقة، الى مجتمع اغلبية واقليات. هاي النقطة تحديدا هي مميز المرحلة الحالية والمقبلة بسوريا، وهذا كله داخل في الخطة الدولية اللي مرسومة اعتقد بشكل جيد واللي ماشي بشكل جيد، ونحن جنود مجانيين فيها. لأنه اللي بيعترف بمفهوم الأغلبية والأقليات فهو عم يرسخ الحالة لحتى تنجح الخطة بشكل جيد. يعني نحن السوريين معنيين بنجاح هذه الخطة ووصولها إلى بر الأمان. طيب، المجتمع السوري مقسوم إلى مجتمع الأغلبية والأقليات، بغض النظر شو هي الأقليات، لكن أقليات عرقي ديني مذهبي أي شيء تاني، خلاص هو هذا المفهوم. إذا بتلاحظوا أنه بالمرحلة اللي نحن عايشين فيها الحالة مزعجة لدرجة أنه مضحكة. يعني تعرضت الكثير من الأقليات إلى الضغط، وبعض الأقليات نأت بنفسها جانبا خوفا على نفسها. واللي تعرضوا للضغط عم بيروحوا باتجاه الصراخ الشديد، اللي هو من خلال الإعلام أو من خلال وسائل التواصل. وفي كتير من المنظمات اللي عم تشتغل بهذا الحقل، اللي عم بتوثق ومعنية جدا بأنه توصل كل ما يحصل داخل سوريا إلى الهيئات الدولية المعنية، وعم ينجحوا بهذا الشيء. لكن بعد ما الناس توثق كل شيء وتحاول أنه توصله أو تعمل ضجة إعلامية اللي أنا سميتها قبل شوي حالة الصراخ، عم نوصل لنتيجة أنه ليس هناك جدوى. يعني نحن يئسنا، هذا المجتمع الدولي ما عم يرحمنا أبدا. والمجتمع الدولي معني هيك نحن عم نفكر بالحديث والتنسيق مع السلطة فقط لا غير. أما بالنسبة للمعذبين في هالأرض السوري المضطهدين، هدول عم يحكوا كتير، بيصرخوا كتير، بيوصلوا نداءاتهم بشكل إفرادي وبشكل جمعي إلى كل مكان من دون أي نتيجة. فإذا خلاص المجتمع الدولي أخذ قراره الحاسم بأنه قد يعالج كثير من الملفات، لكن من ضمن الحكومة السورية أو مع الحكومة السورية. الحكومة السورية بتحاول تظهر نفسها أنها عم بتحاول تنسق مع المجتمع الدولي اللي هو صاحب الخطة من أجل أن تحلحل هذه الملفات، وبعدين بالأخير شو بيصير؟ تراكم ملفات، ما في حلحلة للملفات. وكل هالشيء بيحصل والمخططين اللي هن مجتمعنا الدولي الجميل قاعدين على جنب ما عم بيساووا شيء. ومثل مثلا قضية بتول وغير قضية بتول والمجازر اللي صارت وانتهاكات حقوق الإنسان اللي بتصير هنا وهناك وكل هاي الأمور،
بالأخير ما في جدوى إلها أبدا. غرابة اللي بدي أحكيه في الموضوع أنه هذا جزء من الخطة اللي هي خطة مؤلمة حقيقة. طيب، هلق بالوقت الراهن أنا صورت الموضوع بشكل بسيط. الأقليات ليس هناك من يستجيب لنداءات آلامهم، ليس هناك من يقدم الدعم للأقليات، وليس هناك من يحتك بشكل مباشر بالمعارضين للسلطة السورية الراهنة، مع أنه هلق بالوقت الراهن في أوسع حالة معارضة للسلطة السورية بتاريخ سوريا كلها. كل السلطات السورية اللي اجت بالماضي كان فيها معارضات، ولكن هلق بالوقت الراهن المعارضة هي معارضة واسعة. فإذا ليش عم يعملوا هيك؟ عم يسمعوا لكن ما عم يعملوا شيء. هذا الموضوع إذا كان أجبنا عنه فتتوضح أو بيتوضح جزء مهم جدا من الخطة. أنتم بتعرفوا أنه أنا عند اللي بحلل فبحلل باتجاه أن سوريا ذاهبة باتجاه الصدام. ما بعتقد أبدا أنه بدي يكون في يوم من الأيام، للأسف الشديد يعني هذه المعطيات، يعني ما بدي يكون في يوم من الأيام جلسة للسوريين يتفاهموا فيها ويحلوا مشاكلهم. أنا من اليائسين من هذه الحالة. المطالب اللي عم بتطالب فيها المعارضة، سواء كانت معارضة سياسية ولا الأقليات، هي سقف عالي جدا بالنسبة للشيء اللي بتقبل السلطة السورية أنه تحكي فيه أو تناقشه. تماما مثل ما عم يحصل هلق مع قوات سوريا الديمقراطية. يعني هلق بالوقت الراهن في عنا تجربة حية على الأرض، هي تجربة قوات سوريا الديمقراطية وحالة حوارها واندماجها مع السلطة السورية. السقف كتير متدني، حتى مو مسموح لهم يحكوا بأمور عالية المستوى. سقفكم لهون، أكثر من هون لا تحكي. وحتى السقف اللي انتم عم يتحدد لكم لحتى تجوا على أساسه هو للنقاش وليس للاتفاقات. فهي تجربة موجودة أمامنا، بإمكاننا نشوفها وندرسها بشكل جيد. على أي حال، لا أحد يستجيب لمطالب المعارضة، سواء كانت معارضة سورية أو معارضة من الأقليات. لماذا؟ باختصار شديد، لأنه هن حاطين بمخهم أنه بلحظة من اللحظات سوف تكون سوريا جاهزة لانفعال عسكري كبير جدا. هاي النقطة تحديدا بها توضيح. ضغط متواصل على المعارضة والأقليات، ضغط من كافة النواحي. هذا الضغط صار له فترة زمنية طويلة. خلال فترة زمنية طويلة ما حدا أبدا أظهر اهتمام بأنه تنحل هاي المشكلة، لا على السلطة السورية ولا على المضطهدين. شو معناتها الحكي هذا؟ معناتها الحكي هذا يجب أن يكون هناك في المستقبل حالة صدام. لو بدهم أنه يحلوا المشكلة على أساس أنه بسوريا هناك مشكلة كبيرة جدا، يجب أن يتم الضغط على الطرفين بشكل مباشر في نفس الوقت، ويكون ضغط كبير جدا من أجل التفاهم. هن قادرين على هذا الشيء، لكن هن الشيء اللي عم يسووه هلق بالوقت الراهن فقط هو الضغط اللفظي والدعم اللفظي. يعني كلمات، بيحكوا كلمات لكن ما عم يضغطوا على حدا ولا عم يساعدوا حدا، وبيمنعوا أي حدا من أنه يتجاوز تجاوز سافر على الآخر. يعني لا حدا بده ينتصر ولا حدا بده ينهزم، لكن الحالة يجب أن تبقى هكذا. ولا يجب أن يتم تقديم دعم لأي طرف من الأطراف، لأنه تقديم الدعم حتى لو كان دعم مادي، حتى لو كان دعم مادي، وهي نقطة مهمة جدا. فهذا يعني بأنه إذا دعمته ماديا هو قادر أنه يرتب أوراقه من الداخل ويعمل شيء جديد، لكن حتى هذا الدعم لن يكون لا للسلطة السورية ولا للآخرين. القضية فقط حماية الطرفين في الوقت الراهن.
السلطة السورية أكيد في لها مهمات هلأ بالوقت الراهن عم بتقوم فيها للمجتمع الدولي. هاي المهمات بدها تخلص. بهالوقت اللي عم بتقوم فيه السلطات بمهمات معينة بالأخير بنحكم عليها فشلت ولا نجحت، بهالوقت هذا يجب أن لا يتغول عليها أحد ولا يتمكن أحد من التأثير عليها. بالوقت نفسه بيظل الملف الثاني هو ملف الإغراء للسلطة السورية. يعني إذا كان نجحتوا بالمهمات اللي أنتم مطلوبة منكم قد نساعدكم من دون إعطاء وعود حقيقي، قد نساعدكم بحلحلة الملفات العالقة ضمن سوريا. يعني كل شيء هلأ بالوقت الراهن له شروط، ولكن هذه الشروط متروكة لحتى تخلص المهمات، لحتى تندرس أو لحتى يتم تقديم المكافأة إذا كان هناك مكافأة. الموجودين على الأرض السورية كلهم قلقين. يا هل ترى أنا إذا كان سويت مثل ما بدهم فعلا رح يوفوا بوعدهم؟ وفي عنا سجل له أول ما له آخر، ليس من الوفاء بالوعود بل نسيان العهود ونكرانها وفعل شيء معاكس لها، سواء كان السلطة السورية أو سواء كان المعارضة أو سواء كان أي حدا تاني. كله عند اللي بيفكر أنه أنا ممكن أعمل كل شيء، لكن بعد ما أعمل كل شيء ممكن ما يعملوا هني ولا شيء، وبالتالي أنا معروف عنهم هذا الشيء وبكونوا قعت بالفخ مرة تاني وبيعملوا صفقات على حسابي. هاي حالة القلق اللي داخلي في الإنسان السوري أيضا مدروسة بشكل جيد. كل هاي الأمور بتخبرنا أنه الوضع بسوريا هلأ بده يبقى بالوقت الراهن مثل ما هو، حتى إشعار آخر ما بنعرف إمتى وقته وإمتى زمانه وإمتى مكانه. لكن في شيء مهم جدا من ضمن هذا السيناريو، هو أنه السلطة السورية تبقى سلطة ضعيفة، ويجب أن يكون هناك دائما جيش كبير جدا من المضطهدين. عند اللي بدك تبني جيش أو عند اللي بدك تبني حالة، أي حالة سياسية ولا عسكرية، فأنت بحاجة إلى كثير من الوقت. ما بتجي بلحظة من اللحظات مثلا إذا بدك تبني جيش بتقول والله خلال 3 أيام يلا مباشرة خلينا نعمل جيش، هاي إسلاح، هاي مصاري، هاي دعم مادي، هاي دعم لوجستي، أشو كل أنواع الدعم اللي بدكم إياها لعيونكم، يلا اعملوا جيش. ما بتحسن تعمل هذا الشيء، لكن بتحسن تجهز لهذه الحالة بأنك تخلي الناس دائما وأبدا بحالة قلق وحالة خوف وحالة ترقب لما قد يحصل في المستقبل، وتزيد هذه الحالة بشكل يومي. هون بهالحالة هاي أنت بتكون جهزت كل إنسان لحتى يكون باعتباره أنه عم يشوف حالة يأس عم تتراكم يوميا بداخله. بتكون عم بتجهزه نفسيا لحتى بلحظة من اللحظات أنت بتحتاجه لحتى تشغله، مقابل أنك تحل له مشاكله اللي تراكمت لأنه أنت وصلته، أو خلينا نقول وصل لمرحلة أنه يئس من هذا الوضع كله على بعضه. واليائس شو بيعمل؟ اليائس عند اللي بيوصل لمرحلة أنه خلاص ممكن أنا أكون وصلت لحد أنا خلاص صفت الحياة غير ذات قيمة، فهذا الإنسان بيتحول لمغامر. هاي اللحظة تحديدا اللي هي الإنسان بيتحول لمغامر بأعز ما يملك اللي هو حياته، هي اللحظة المطلوبة. لا تستغربوا هذا الكلام. المخططات الدولية ما بتعتمد فقط على وجهة نظر السياسيين ولا بتعتمد فقط على وزارات الدفاع أو المخابرات، كمان بتعتمد على دراسة المجتمع، وبتعتمد على الحالة النفسية للإنسان العادي اللي هو موجود بكل مكان. حول هذا الإنسان إلى يائس لكي يصبح مغامر بأغلى ما يملك اللي هو حياته. وهون بهالحالة هاي أنت فعلا قادر على أنك تجهز حالة سياسية وحالة عسكرية خلال 3 أيام. أما إذا كان هذا الإنسان كان مرتاح ومبسوط فرح تكون الحالة معاكسة. يعني إذا كانت هناك منطقة بسوريا أو منطقتين أو 3 مبسوطين ومكيفين وما ناقصهم شيء وعم يقدم له المجتمع الدولي دعم يوميا وعم يحميهم، فعند اللي بتجي بتقول لهم شو رأيكم انه بدنا نعمل ولنفرض حرب بسوريا، لانه السيناريوهات القادمة سيناريوهات حرب يا جماعة. فبيقول لك شو بدك تعطيني مقابل هذا الشيء؟ إذا كان وافق معك ومشي معك بيسألك عن ثمن
لهذا الشيء، وبصير بيدخل معك بمفاوضات. فهني ما بدهم يحطوا حالهم بهالمأزق هذا اللي هو يفاوضوا الإنسان السوري. الخطة تقوم على عمود أساسي وأساسي جدا، اللي هو تحويل الإنسان السوري إلى يائس يأسا كاملا، من أجل أن يكون مستعدا لكي يصبح مغامر. هذا الحكي أنا بعرف جيدا، مثل ما بيكتبوا لي بعض الناس أنه تحليل خاطئ. طيب هل هناك ما يعاكس هذا حتى نقول بأنه تحليل خاطئ؟ يعني مثلا على سبيل المثال، كل هالمجازر وكل هالإرهاقات وكل الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل فردي وبشكل جمعي، اللي حصل من المجتمع الدولي شيء واحد فقط لا غير. ما بيصير هيك يا جماعة. وبيطلعوا للمضطهدين بيقولوا والله أنتم على حق، يعني بتقريبا أو بشكل يعني ميتافوريكال سبيتش، يعني انه بشكل ايحائي انا عم بحكي، مش انه بشكل مباشر. اكيد هن ما بيحكوا هيك بشكل مباشر، لكن بالاصل ما عم بيصير اي شيء على ارض الواقع. خطة تحويل المجتمع السوري الى مجتمع من المنهكين اليائسين الجاهزين لان يكونوا وصلوا الى مرحلة اللا خيار. خلاص ما عندي غير هذا الخيار، انا يا بموت يا بعيش. وانا بدخل لداخل كل انسان هلا وبطلب منه يفكر بهذا الشيء. لو اي انسان وصل لمرحلة انه ما ضل في عنده اي مبرر لحياته وحياته صعبة جدا، هي نفسها الحالة اللي بتخلي الانسان احيانا بعض البشر ينهوا حياتهم. اكيد هاي الحالة مجتمعيا ما بتصير، على الصعيد الفردي بتصير، لكن المجتمع بفكر بلحظة من اللحظات انه انا خلاص اكون او لا اكون، تلك هي المسألة. فاذا هذا جزء مهم جدا من السيناريو الموضوع بسوريا، والذي يناسب المرحلة الراهنة هلق بالوقت الراهن. وعلى هاي الحالة أو مبني على هذه الحالة جزء آخر. هذا الجزء الآخر بينطلق من حالة الإنسان اليائس، المجتمع اليائس، المعارضة اليائسة، الأقليات اليائسة، حطوا اللي بدكم إياه. وهذا الشيء اللي راح يكون موضوع الحلقة المقبلة. بتمنى أنكم تضلوا بخير، وألتقيكم قريبا. إلى اللقاء.